هنشرح فيه النهاردة آه، يعني إيه تسويق إلكتروني، إزاي تختار المنتج الصح، إزاي تعرف تبيع المنتج صح. قبل ما نبدأ كده إن شاء الله ما تنسوش اللايك والاشتراك، وأي حد عنده استفسار يكتب لي في الكومنتات تحت إن شاء الله وأنا هرد عليه. نبدأ. يعني إيه تسويق إلكتروني؟ ببساطة كده تسويق إلكتروني يعني أنت أو حضرتك عندك منتج أو بتقدم خدمة وعايز تسوق للخدمة دي أو للمنتج ده، بس إلكترونيا، يعني عن طريق الإنترنت. التسويق الإلكتروني يعني استخدام الإنترنت والمنصات الرقمية، إنك بتستخدم الإنترنت والمنصات، آه، إنك بتروج للمنتجات أو الخدمات عشان توصل لجمهور أكتر في وقت أقل وبتكلفة تكون أقل. يعني التسويق الإلكتروني ده أفضل بكتير من طريقة التسويق العادية، وبيوصلك لعدد جمهور أكبر وتقدر تستهدف من خلاله شريحة كبيرة من الجمهور، وعدد كبير هيشوفوا الإعلان بتاعك. طيب إزاي بسوق إلكترونيا، أو إزاي، أو إيه المنصات، أو إيه المواقع اللي بتسوق أو أقدر أعمل عليها إعلانات؟ تقدر تسوق إلكترونيا أو تعمل تسويق إلكتروني عن طريق 4 حاجات. رقم واحد اللي هي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا زي الفيسبوك، الانستجرام، التيك توك، لينكدين، يوتيوب، وجميع منصات السوشيال ميديا. رقم اتنين عن طريق البريد الإلكتروني. تقدر تسوق أو تبعت رسائل للمشتركين. لو مثلا عندك منتج جديد اتضاف في المخزون وعايز تعرف الجمهور أو عايز تعرف الناس المشتركين إن أنت حضرتك جبت المنتج ده، أو حضرتك عامل عرض وعايز تعرف الناس إن أنت عامل عرض على المنتج معين، تقدر تبعت لهم رسائل أو تعمل إعلان عن طريق البريد الإلكتروني. رقم 3 اللي هي محركات البحث. تقدر تعمل إعلانات على محركات البحث زي جوجل عن طريق الإعلانات، أو إنك تحسن ظهور موقعك اللي هي ال SEO. تعمل إعلانات، أو إزاي بتعمل إعلانات على جوجل. ولنفترض مثلا أنت بتبحث، أو أنا ببحث عن شنطة لابتوب، وأنت بتبحث بيجيلك مواقع، بيبقى فيه في جوجل خانة كده على جنب من جوجل، يبقى فيها إعلان ممول، أو لما تخش المدونة بتلاقي فيه إعلان ممول أو إعلان مدفوع، أو تحسين ظهور موقعك. يعني إيه؟ يعني ولنفترض برضو نفس المثال، إن أنا ببحث عن شنطة لابتوب، بيظهر لي أول 5 6 مواقع في الأول، بعد كده المواقع تحتها، الباقي تحتها. إنك لما بتعمل تحسين لظهور موقعك أو ال SEO، موقعك بيظهر ضمن أول المواقع في خانة البحث، بيظهر ضمن أول المواقع في خانة البحث. من أول 5 6 مواقع بيظهر موقعك ده، بيزيد عدد الزيارات عندك والتفاعلات عندك على الموقع، وبالتالي لما جمهور كتير أكبر يخش على موقعك أو يعمل زيارات لموقعك، فبالتالي إن شاء الله بتعمل مبيعات أكتر لما بتعمل تحسين محركات بحث أو تحسين ظهور الموقع. رابع حاجة إنك بتعمل تسويق إلكتروني عن طريق المواقع الإلكترونية. المواقع الإلكترونية دي اللي هي جميع المواقع. أي موقع إلكتروني تقدر تعمل عليه إعلان أو تعمل من خلاله إعلان للمنتج بتاعك. وبجانب إن أنت برضو ينفع تعمل إعلان على المدونات، إن أنت بتعمل محتوى بيكون محتوى جذاب بيشجع الناس، أو يشجع الناس إن هم يتفاعلوا معاه أو يشيروا
الإعلان ده. تاني حاجة، إزاي تختار المنتج الصح. اختيار المنتج الصح هو أهم خطوة قبل ما تبدأ أي تسويق إلكتروني. ليه؟ لأن أنت لما بتختار المنتج الصح وبتعرف إن ده منتج مطلوب، بالتالي بتقدر تعمل مبيعات أو بتقدر تعمل أرباح من خلال المنتج ده. طيب، اختار المنتج الصح إزاي؟ رقم واحد، إنك بتحدد السوق أو المجال اللي عايز تشتغل فيه. يعني إيه إنك تحدد السوق أو المجال اللي عايز تشتغل فيه؟ يعني إنك بتختار منتج بيكون أو بيحل مشكلة فعلية عند العميل، يكون منتج عليه طلب في السوق. بتعمل دراسة وبتعرف أو بتختار المنتج بتاعك يكون منتج بيحل مشكلة فعلية عند العميل، زي مثلا مستلزمات الحيوانات الأليفة، مستلزمات المنازل الذكية، إلى آخره من المنتجات، بس يكون منتج بيحل مشكلة معينة عند العميل. تاني حاجة، إنك بتدور عن المنتج اللي عليه طلب. بتدور أو بتعمل دراسة في السوق وبتعرف منتج أو بتجيب منتج يكون عليه طلب في السوق، زي ما قلت لحضرتك قبل كده، يكون منتج بيحل مشكلة فعلية عند العميل. يعني إيه أبحث عن المنتجات اللي عليها طلب؟ أو إزاي أدور على المنتج اللي عليه طلب؟ من خلال مثلا جوجل ترند، بتخش بتدور على منتج يكون رائج او منتج بيحقق مبيعات كتيره، زي مثلا سوق دوت كوم او نون. بتختار منتج يكون عليه طلب، مش بس يكون منتج موضه مؤقته. يعني تختار منتج يكون عليه استهلاك في السوق ويكون عليه طلب وبيحل مشكله، مش تجيب لي منتج يكون ترند لفتره مؤقته وبعد كده هيختفي المنتج ده. طيب، يعني ايه تقيم المنافسه؟ عن طريق انك تشوف كام حد بيبيع المنتج بتاعك ده او على منصات ايه، ولو لقيت المنافسة عالية على المنتج ده جدا، تحاول تشوف ميزة انها تشد العميل انه يشتري المنتج بتاعك ده. رابع حاجة اللي هي فكر في الارباح والتكلفة. يعني ايه فكر في الارباح والتكلفة؟ يعني انك بتحسب تكلفة شراء المنتج وشحنه مقابل السعر اللي ممكن تبيعه او اللي انت هتبيعه بيه. يعني لازم المنتج يديك هامش ربح يكون كويس بعد كل المصاريف اللي بتتصرف عليه، سواء كانت شحن او دعاية او اعلان وهكذا. خامس حاجة اللي هي اختبر المنتج. يعني ايه اختبر المنتج؟ قبل ما تدفع او قبل ما تستثمر بمبلغ ضخم او مبلغ كبير، جرب في الاول بمبلغ صغير وشوف المنتج ده هينجح في السوق ولا مش هينجح، هيبقى عليه طلب كبير في السوق. لو لقيت المنتج بتاعك نجح في السوق وعليه طلب، تقدر بعد كده تتوسع تدريجيا وتضخ مبالغ كبيرة وتصرف على الدعاية والإعلان. بس في الأول خلي أو اعمل اختبار منتج، اللي هو إنك تجيب كمية صغيرة في الأول وتشوف المنتج ده هينفع معاك في السوق ولا لا. لو مش هينفع بتغيره أو بتنقل لمنتج تاني. لو مشي معاك في السوق وانتشر والطلب عليه زاد، تقدر بعد كده تتوسع وتصرف زي ما انت عايز. ننتقل بعد كده لإزاي تعرف تبيع المنتج صح، ودي هتكون آخر حاجة في حلقة النهاردة. إزاي تعرف تبيع المنتج صح؟ إنك بتتبع 5 خطوات. أول خطوة إنك بتحضر المنتج بتاعك. يعني إيه بتحضر المنتج بتاعك؟ عن طريق إنك بتتأكد إن المنتج جاهز للبيع، عن طريق برضو إن أنت بتتأكد من جودة المنتج إنها تكون كويسة، تغليف المنتج إنه يكون كويس، سعر المنتج برضو إنه يكون مناسب. ولو بتبيع منتج رقمي، سواء كورس أو كتاب أو أي حاجة رقمية، كورسات، كتب، تتأكد إنها تكون جاهزة للتحميل أو تتحمل بسهولة، علشان ما تخليش العميل يزهق بسرعة. يعني ما تحطليش رابط كتاب أو رابط الموقع بتاعك في 5 6 روابط خط إعلانات، كده العملاء مش هيتعاملوا معاك تاني بعد كده. لأن
لازم يكون الرابط مختصر وسريع، ويكون سهل في التحميل المنتج ده او سهل الحصول عليه، لان العميل دافع لك فلوس مقابل ان هو عايز خدمة منك. فانت ما تجيش عشان تديله الخدمة وهو دافع فلوس فتخليه يخش في خطوات كتير هو العميل ما بيحبهاش. تاني حاجة، اعمل حسابات على المنصات المناسبة. يعني ايه تعمل حسابات على المنصات المناسبة؟ يعني لو حضرتك بتقدم منتج فعلي او منتج ملموس زي الملابس، الاحذية، تقدر تعمل اعلانات على فيسبوك ماركت بليس، انستجرام، الى اخره، جميع منصات التواصل الاجتماعي. بس انما لو حضرتك بتقدم منتج رقمي زي كورس، زي كتاب، آه، دي بتعمل لها اعلانات عن طريق منصات الكورسات، او زي مثلا شوبيفاي، زي مثلا يودمي، الى اخره. تالت حاجة انك تعمل صفحة تعريفية او متجر صغير. لازم تعمل صفحة تعريفية او متجر صغير علشان العميل يخش يبقى عارف هو هيشتري ايه او هو بيتعامل مع مين. ومتجر صغير علشان تختصر على العميل انه يخش في متاهات وروابط كتير. بيخش على المتجر بيلاقي المنتج قصاده، زائد ان انت ممكن في منتج تاني العميل يكون داخل يشتري منتج معين، بعد ما يشتريه يلفت انتباهه منتج تاني يشتري المنتج التاني ده برضه. رابع حاجة، ابدأ التسويق للمنتج. ازاي؟ بتبدأ تسويق للمنتج ازاي؟ عن طريق السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا زي مثلا انت بتنزل منشورات، فيديوهات، صور عن المنتج. عن طريق برضو المنصات، او عن طريق الاعلانات المدفوعة زي فيسبوك ادز او انستجرام، آه، او عن طريق التسويق بالمحتوى زي مثلا يوتيوب، الى اخره. آخر حاجة معانا النهاردة اللي هي إزاي أو استقبل الطلبات وتابع العملاء. إزاي تستقبل الطلبات، أو يعني إيه أستقبل الطلبات وتابع العملاء؟ عن طريق إنك بتخلي طريقة الدفع والشحن يكونوا بساط، أو تكون طرق سهلة، ما تكونش طرق مثلا الدفع معقدة والشحن يطول على بال ما يوصل للعميل. لا، تخلي طرق الدفع مثلا تكون طرق متاحة في البلد اللي انت فيها، وتخلي طرق الشحن او تخلي الشحن يكون شحن محترم، بحيث ان المنتج يوصل للعميل ما ما يكونش فيه ضرر او تضرر من اسلوب الشحن الخاطئ. وانك تتابع العملاء بعد الشراء، او بعد ما العميل يشتري المنتج بتاعك تتواصل مع العميل، تعرف مدى رضاه عن المنتج او تاخد رأيه عن المنتج. هل المنتج بتاعك كويس بشكل كامل، ولا في اخطاء؟ ولو في اخطاء بعد كده بتعمل ان انت تحل او تصحح الاخطاء دي، بحيث توصل لاقصى درجة استفادة، او العميل يوصل لاقصى درجة استفادة من المنتج. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ويا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك وشير، واي حد عنده استفسار يسيب لي في الكومنتات تحت، وان شاء الله هرد عليه. والسلام عليكم.